احلى غدا بقى يا جماعه، في 10 دقايق هتعملوا احلى غدا. ينفع بقى غدا وعشاء كمان، بجد اكله جميله. طبعا عارفه ان انتوا زهقتوا من المكرونه اللي هي ام صلصه بقى. البشاميل دي سهله وسريعه جدا، 10 دقايق بالظبط هتكوني محضراها وكلها على البوتاجاز من فوق. مش هنشغل فرن خالص عشان عارفه الجو حر بقى، ودايما بندور على الوصفات السريعه. دي بقى اسهل وصفه ممكن تعملوها، بجد جباره وطعمها حلو قوي. اتنسفت، كنا عايزين مكرونه زياده بصراحه، المفروض كنت زودت. يلا بينا بقى يا اماراتي يا حلوين نشوف الطريقه على طول. معايا بقى حله على النار بتغلي كده، لازم تكون ميه بتغلي يا جماعه، وهنزل فيها بنص كيلو مكرونه، يعني 500 جرام من المكرونه القلم زي ما انتوا شايفين. طبعا زودوا، لو انتوا 4 افراد او 5 زودوا عن نص كيلو. والله يا جماعه احنا 4 افراد يعني جوعنا الصراحه، ما كفتناش وخلصت. طبعا يا جماعه كل دقيقه ما تحطوش اي اضافات في الميه خالص، كل دقيقه تقلبوا المكرونه كل دقيقه عشان ما تلزقش. امتى بتعرفوا اللي هي استوت؟ لما بتلاقوا الكميه نفشت في قلب الحله، بعد ما كانت كميه المكرونه قليله فجاه ما شاء الله ملت الحله. يا اما تدوقيها لو انتي مش عارفه تمسكي كده مكرونه تطلعيها كده وتدوسي عليها بالمعلقه كده، تقسميها 2 وتقومي ضايقاها. لو لقيتيها زي ما انتي بتاكليها وعجبتك كده خلاص اطفي عليها بقى وصفيها تحت مصفى. زي ما انت شايفه كده، تحطي مصفى تحت الحنفيه ميه ساقعه وتصفي وتسمي بالله وتقولي بسم الله اللهم اجرئنا من النار. عاملين ايه حبايبي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه كلكم؟ يا رب تكونوا بخير، متابعيني كلكم يا رب منوريني والله في قناتي. والله يومكم كده كله طاقه ايجابيه. وانا برضو قلت اتاكد من المكرونه واوريكم ليها استوت وبقت جميله زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى دقيقتين كده على الرخامه تتصفى كده، وبعد كده تعالوا نشوف الطريقه اللي بعد كده. عبال ما المكرونه تتصفى لمده دقيقتين يكون السمنه سيحناها. صينيه كده على النار، وهنجيب كده معلقه ونص من السمنه كده، اي نوع سمنه او زبده اللي انت تحبيه. تقدري تستخدمي اي ماده دهنيه انت بتحبيها، بس بلاش زيت. الزيت طبعا هيخليها طعمها وحش قوي. ومجرد ما السمنه بتسيح بقى بننزل بالمكرونه، مش لازم تصفيها تماما، هي مجرد ما تصفت كده لمده دقيقتين خلاص هي حلوه جدا. وتقلبيها بقى على النار كده زي ما انت شايفه. وطبعا لو حسيتي اللي هي مثلا بتلزق منك او خلي النار ولا عاليه او ولا واطيه، او خليها نار متوسطه زي ما انتوا شايفين. وتقلبيها تشوحيها كام تشويحه كده على النار. طبعا انا شوحتها كام تشويحه، وهنزل بربع معلقه ملح صغيره وربع معلقه ملح صغيره كمان، وهنزل عليها بقى بربع كمان، يبقى 3/4 ملح صغيره. ومعايا نص معلقه صغيره فلفل اسود. بجد يا جماعه المكرونه دي جباره، احنا بناكلها كده ساعات، بس ايه دي بقى الاضافه بقى الحلوه الجميله اللي بجد بتجنن العيال. لما تكون كده الميزانيه حلوه بنحط كده بقى عليها الموزاريلا والزيتون وبندلعها وبناكل احلى مكرونه. الميزانيه مش تمام بنعملها كده، بنكتفي ان احنا نعملها كده بالسمنه والفلفل الاسود والملح وناكلها، بتبقى برضو زي العسل وبتعجب العيال جدا. بس طبعا الموزاريلا والزيتون طبعا بيخلوها حكايه برضو زي ما انتم شايفين. طبعا بنقلبها طبعا، بس تكون نار هاديه ما تكونش عاليه قوي عشان المكرونه ما تلزقش منك. وبتقلبي شويه كده كام تشويحه كده. بجد يا جماعه دقتها بجد طعمها حلو قوي. طبعا ما باين يا جماعه ايه. وطبعا ايه زي ما انتم شايفين، بس فرشوا بس المكرونه كده وظبطوها قبل ما تحطي الموزاريلا. اي كميه موزاريلا انت حباها بقى غرقيها براحتك، يعني انا جبت كده ب20 موزاريلا، لو عندك ازيد غرقيها تبقى حلوه قوي. في المرحله دي وانا بنزل بالموزاريلا عشان ايه المكرونه ما تتحرقش وتلزق، فطفيت عليها زي ما انتوا شايفين. بعد ما بعد ما احط الموزاريلا والزيتون ابقى اشغل على النار تاني. وحطيت كميه الموزاريلا كلها. عايزه تحطي اكتر من كده ده يرجعلك، الموزاريلا دي ليكي انتي والزيتون برضو ليكي، حطي زي ما انتي حابه. تقدري تحطي برضو اي اضافات تانية بتحبيها، بس هي اكتر حاجه حلوه الموزاريلا والزيتون يعني زي ما انتوا شايفين. طبعا تحطي بقى ايه الزيتون كده، زيتون مخلي كده تجيبيه بقى اخضر اسود اللي انتي تحبيه، وتحطي كده على وش كده. انا جبت برضو ب20 زيتون، تقدري تزودي عن كده. احنا كده ايه بقول لكم انا جايبه قد ايه، بس تقدري تزودي اللي انتي حباه. وتغطيه بس كده 5 دقايق، تشغلي النار طبعا بعد ما حطينا الحاجه 5 دقايق بقى وسيبيها تاكلي احلى. تكون بقى الموزاريلا ساحت تاكلي احلى مكرونه. بجد سريعه جدا جدا والله يا جماعه، بجد من كتر سهولتها انا متاكده هتقوموا تعملوها دلوقتي، سهله جدا. يعني ممكن النهارده تعملوها كده غدا او عشاء، بجد جباره يا جماعه. هكتب لكم طبعا المقادير في اول تعليق كده مثبت، يا اما عندي في الوصف كده، او اللي شايفين الكلام اللي انا كاتباه على الفيديو الكلام ده جنبه نقط كده دوسوا عليها هتدخلكم على صندوق الوصف، هتلاقوا فيه المقادير كامله زي ما انتم شايفين.